أغلبكم سمع بخبر انتشر آخر فترة بشكل كتير كبير إنه العقوبات انشالت عن سوريا، بس شو هي العقوبات وليش انحطت من الأصل؟ وشو ممكن تأثر العقوبات على الليرة وعلى الشعب كمان إذا انشالت؟ اليوم راح أشرح لكم على العقوبات اللي انحطت على البلد وشو هو كمان قانون قيصر، راح أحاول اليوم أشرح لكم هاي الشغلات كلياتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. SYP is back. رجعنا لكم اليوم يا جماعة الخير فيديو عن العقوبات عن سوريا. سألتكم الفيديو الماضي إذا حابين ننشر هذا الشيء وفهمكم شو هي العقوبات اللي انشالت وليش انحطت من الأصل، فأغلبكم بالتعليقات عم يقول لي إيه نزل وما نزل، وأنا كنت حابب نزل هذا الفيديو بصراحة، فاليوم راح أشرح لكم كل شيء. بس قبل ما يبدا المقطع يا جماعه الخير، اللي مو حاط لايك يحط لايك، اللي مو مشترك بالقناه يشترك بالقناه، اللي مو مفعل زر الجرس يفعل زر الجرس عشان كمان فيديو يوصلكم اشعار. وحسابات التواصل الاجتماعي رح تلاقوها كلياتها بالوصف. اي فكره بتحبوني اعملها، اي فيديو بتحبوني اشوفه، ابعتوا لي ان كان على انستا او على التيك توك او اكتبوا لي تحت بالتعليقات. وبس هلا خلينا نبلش بالفيديو. أول شيء رح نحكي عليه شو يعني عقوبات. العقوبات ببساطة هي بتيجي من دول كبيرة، قرار سياسي بيمنع عن الدولة الثانية البيع والشراء، وحرفيا بتخنق الدولة. يعني حرفيا ما فينك لا تحول ولا تعمل أي شيء بالبلد، وهذا الشيء بنحط على البلد بسبب النظام. يعني النظام بيكون عم يعمل شيء مع الشعب أو أي شيء غير قانوني، فبتيجي الدول الكبيرة بتحط عقوبات على هذا النظام. بس فعليا مين هو اللي متضرر من هاي العقوبات؟ الشعب. النظام ما بيتضرر بشيء، يعني حرفيا اللي أكلها هو الشعب مو النظام. أنا ما بعرف الدول الكبيرة ليش حطت هذا القانون من الأصل. هلا راح احكي لكم ليش فرضوا العقوبات على سوريا. من 2011 بوقت اندلاع الثوره، امريكا واوروبا قررت تعاقب النظام على هالشغلات اللي كان عم يعملها بالشعب، ان كان من قمع ومن انتهاكات. وبهداك الوقت طلع قانون من امريكا اسمه قانون قيصر. هذا القانون بيخنق اي شيء له علاقه بالنظام. يعني النفط مقطوع، ما فينا نتاجر بالنفط برا البلد، والبنوك محظوره، حتى الشركات، اي شركه كانت تتعامل مع سوريا كانت رح تيجي عليها عقوبات كثير كبيره. وحتى لو في دول كمان كانت رح تساعد سوريا، هذا الشيء ممنوع. ما في، يعني مثل البلد صار جوات سجن لما انحطت العقوبات. طب شو هو تاثير العقوبات على الشعب؟ قلت لكم هو العقوبات على اساس بتنحط مشان النظام، بس اللي اكلها هو الشعب. يعني مثلا الليره ماتت والدفع جوات البلد صار كله بالدولار، وما في استيراد وما في شراء وما في اي شيء للشعب. الدواء بيكون غالي او ما بيكون موجود بالبلد كلياتها. حتى الحوالات، كل السوريين بيعرفوا انه لما كان بدهم يحولوا مصاري لاهلهم بسوريا ما كان فينهم، كان لازم تحكي مع شخص هو بيتعامل بهذا الشيء، انه بيوصل لك على البلد بطريقه غير قانونيه، وهذا الشخص بياخذ نسبه لحتى يوصل لك المصاري لاهلك بسوريا. وكمان في بعض الاشخاص كانوا ينصبوا وما كانوا يوصلوا المصاري. في كثير عالم كانت تنصب بهذا الشيء. يعني حرفيا البلد صارت تعيش بسوق سوداء، مو بسوق رسمي وعادي وطبيعي يعني مثل الدول الثانيه. انا راح احكي لكم عن قانون قيصر. شو هو قانون قيصر وشو بصير اذا انحط هذا القانون على البلد؟ قانون قيصر بيقول اي شخص من اي دوله بيتعامل مع هذا النظام بيتعاقب. يعني رغم انه روسيا والصين ولبنان كانت تدعم هذا النظام، رغم هيك شركات هي البلد كانت تخاف تعمل اي شيء مع هذا النظام مشان العقوبات. يعني حرفيا كل شريان اقتصادي كان بهذا البلد كان مقطوع بسبب النظام. اوكي، حاليا بعد ما انشالت العقوبات، شو هي الشغلات اللي بلشت تتغير بالبلد؟ طبعا يا جماعه الخير العقوبات لسه ما انشالت كليا عن البلد، بس نحن عم نحكي لبعدين. يعني اذا انشالت كل العقوبات ورجعت البلد سليمه، اول شيء بالبلد رح يصير في خريطه جوجل، يعني ما عاد تسال لشو وين الطريق وتدلوه غلط. وكمان من التطبيقات، ان كان من تطبيق ادوبي ولا من تطبيق زوم للدراسه، هدول تقريبا باغلب الاجهزه صارت موجوده. وكمان التطبيقات اللي كانت محظوره بالبلد انشالت، ومنهم تطبيق التيك توك. يلا يا جماعه الخير، كبسوا كبسوا كبستين على الشاشه، كبستين. الدبل ورتين، بس ورتين. حيك يا شيخ، حيك يا شيخ، حيك. يلا يا جماعه الخير، كلكم مع الشيخ، كلكم مع الشيخ. يعني بكره قسما بالله العاهات رح تصير تطلع من البلد، يعني الله يستر. بس انا بتمنى كل التطبيقات نشال عنها الحظر الا التيك توك. والتيك توك اذا بده يرجعوه على البلد يشيلوا منه طرق الدخل، يعني ما حدا فينه يطلع مصاري من البرنامج. مشان الله يا جماعه الخير، مشان الله لا تجيبوا التيك توك على البلد، مشان الله. اوكي نرجع للفيديو. مثل ما قلت لكم التيك توك رح ينشال عنه الحظر، سناب شات، ما بعرف، في كتير تطبيقات عليها حظر بالبلد كلها رح تنشال. وراح يصير ممكن مثل الدول الثانيه انه بالبلد تصير تشتغل على الانترنت. يعني مثلا فينك تعمل قناه على اليوتيوب ويجيك منها مصاري. يعني على فكره سوريا هلا محطوطه باليوتيوب انه هي من الدول المحظوره. حرفيا يمكن ما في غير 4 دول محطوطه ومنهم سوريا. تخيلوا انتم، اظن كانت كوريا الجنوبيه وسوريا وايران وما بعرف مين كمان كان في دول. وانا شخصيا عايش بالمانيا وانا تضررت من هي الشغله. انا مره وقفوا الربح على قناتي وحصروا الربح حرفيا، يعني ما عاد فيني اربح من الفيديوهات. فبعد ما اثبتت لهم وجبت لهم وراء من الدوله هون انه انا ساكن بالمانيا، مالي ساكن بسوريا، ومدري شو لحتى اخر شيء الحمد لله صبتت القصه. فبعد هي العقوبات كمان اي حدا بصير بيعمل يوتيوب بالبلد ان شاء الله رح يجي كمان الربح وراح يصير يطلع مصاري من اليوتيوب. وكمان اهم شيء رح يصير في شغل اونلاين بالبلد. يعني اي شخص بيشتغل اونلاين ان كان بالتجاره وان كان اي شيء اونلاين رح يصير فينا العالم اللي بالبلاد كمان يشتغلوا هذا الشيء. ورح ينشال الحظر عن البايبال وعن كروت البنك، الفيزا والماستر كارت، وحرفيا كل شيء.
انا بعرف العالم اللي عم تشوف هذا الفيديو من دول ما عندهم هذا الشيء عم يستغربوا انه هذا الشيء كلياته كان بالبلد. ايه يعني البلد كانت مثل هي جوات سجن، ولا لما شات العقوبات طلعت من السجن. يعني حرفيا اتفه الشغلات اللي انتم عندكم اياها ما كانت موجوده جوا البلد، مشان هيك الشعب كان ميت. يعني من قبل على النظام هداك الجحش كانت العالم كلياتها تجيب كروت من لبنان ومن تركيا، ما كان في كروت بالبلد، وحرفيا البلد كانت عايشه كلياتها على الفي بي ان، ما فينك تعمل ولا شيء بالبلد بدون الفي بي ان. يعني هذيك المره عم شوف ميمز على قصه الفي بي ان، انه شركات الفي بي ان هلا كلياتها رح تنزل الاسهم تبعها لتحت من بعد ما شالت العقوبات عن سوريا. يعني الشعب كلياته كان يستخدم الفي بي ان. والحوالات كمان قلت لكم ما كانت نظاميه، العالم كانت تبعت حوالات مع شخص نازل على البلد او تبعت لتركيا او تبعت للخليج، ما كان فينك تبعت على البلد. هلا رح احكي لكم ليش شالوا العقوبات. طيب من الاصل ليش شالوهم؟ طبعا يا جماعه خير مثل هيك شغلات، اي شيء بتصير بالسياسه هي شغلات تقريبا مصلحه للبلد تبعك. يعني مثلا اذا بدنا نجي لامريكا، امريكا ما بدها لا ايران ولا روسيا تضل بالبلد. يعني مثلا اذا بدنا نجي لامريكا، امريكا ما بدها لا ايران ولا روسيا تضل بالبلد، وفي كتير مصالح تانية لامريكا لحتى شارت العقوبات، مو لانه ترامب منيح. طبعا يا جماعه الخير كل الدنيا بتعرف انه ترامب ما له شخصيه منيحه يعني لحتى العالم تتشكره، بس انه هي مصلحه للبلد يعني. وان كان كمان من تركيا، ليش حكت تركيا مع امريكا بسبب العقوبات؟ كمان يا جماعه الخير كمان موضوع سياسي وله علاقه بين الاكراد، وانتم بتعرفوا المشاكل اللي صار بين الاكراد وتركيا. انا ما بدي اتعمق بهالشغلات كلياتها، بس انا عم بعطيكم النقاط الاساسيه. يعني هذا الفيديو عامله بس شرح عن العقوبات، مو عامله فيديو سياسي. وان كان كمان من السعوديه تقريبا هو الشيء الاساسي اللي ضغط على ترامب انه يشيل العقوبات. وانتم بتعرفوا يا جماعه الخير في حب بين هالبلدين من زمان، السعوديه وسوريا. وطبعا السوريين قد ما شكروا السعوديه ما بيكون عم يوفوها حق الشيء اللي عملته. يعني السعودية قدرت تشيل هاي العقوبات بعد ما كانت العقوبات تقريبا موجودة من عشرات السنين. طبعا العقوبات اغلبكم مفكر انه انحطت من وقت اندلاع الثورة، العقوبات موجودة من ايام هداك المفطوس الجحش، من وقت العقوبات موجودة بسبب انه دخل على لبنان، وفي كثير شغلات تانية كمان. وبالنهايه يا جماعه الخير العقوبات مش شيء سياسي، العقوبات هو حرفيا خنق للشعب. يعني انتم شايفين هذا الشعب قديش تعذب، وخصوصا العالم اللي ساكن جوات البلد، كل شيء غالي، ما في شيء متوفر، يعني حرفيا الشعب الله يعينه بس. فان شاء الله الله يبعث ايام حلوه لهذا الشعب، ونرجع كلياتنا على بلدنا ونبني هالبلد ونتهنى بالبلد اللي عندنا. طبعا يا جماعه الخير سوريا فيها كثير خيرات. يعني اوكي هذا السيناريو تبع سوريا صار مع كثير دول، انه كان في نظام وسقط هذا النظام، بس الدوله لساتها ميته. بسوريا ما راح يكون في هذا الشيء، لانه بسوريا مثل ما قلت لكم في كثير خيرات، ان كان من نفط ولا من زراعة ولا من سياحة، لك البلد فيها كل شيء. يعني تقريبا ما عم بيجمع كل شيء، بس اغلب خيرات العالم موجودة بسوريا. ان كان مثلا من الخليج في نفط موجود بسوريا، باوروبا في زراعة موجود بسوريا، ففي كثير شغلات موجودة بالبلد. بس هداك الجحش وابوه الاجحش هداك المفطوس بسبب انه كانوا عم يسرقوا الشعب، مشان هيك الشعب كان عايش بفقر. وان شاء الله كمان هلا الرئيس احمد الشرع يكون شخص منيح وبيخاف الله وما يسرق هي الاموال مثل ما سرق هداك الجحش. وكمان يا جماعه الخير انا عم بحكي عن السوريين، لا تمجدوا العالم، لا تمجدوا الشخص. يعني الرئيس احمد الشرع هو بذاته طلع قال لا تحطوا صوري، لا تمجدوني، لا تعملوا اي شيء. ليش العرب دائما بتصنع من الحكام تبعها اصنام؟ يعني الشخص اذا كان منيح عم يصنعوه بالصر، ما يبده يصير دكتاتوري عاد ما عم يشوف العالم انه عم تحبه. اوكي يا جماعه الخير حاليا الرئيس عم يعمل شيء منيح تمام على عيننا وعلى راسنا، بس الحكومه او الرئيس عمل شيء غلط الواحد بيطلع بينتقد مشان هي تحسن هذا الشيء. يعني الحكومه والرئيس ما له النبي لحتى ما يغلطوا، عادي ممكن جدا طبيعي انه يغلطوا، واذا غلطوا نحن لازم نطلع نحكي، الشعب لازم يطلع يحكي انه انتم يا جماعه خير غلطوا بهذا الشيء مشان هن يصلحوه. مو يعني اذا غلط الرئيس او غلطت الحكومه وواحد طلع انتقد هذا الشيء، طبعا اوكي انتقاد باحترام، انتقاد لشيء احسن، مو يستهزئ بهذا الشيء، مو يستهزئ بالرئيس او بالحكومه، يطلع فقط يحكي انه انتم غلطتوا بهذا الشيء، اوكي عادي. بس مو انه بعض العالم توصل معهم للتشبيح، يصيروا عم يشبحوا مثل ما كانوا يشبحوا لهداك الجحش. لا يا جماعه الخير طلع واحد انتقد بكل احترام انه هذا الشيء غلط، خلص انتقد، الحكومه لازم تحسن من حالها، مو يروحوا يكتبوا له بالتعليقات لا مين انت لحتى تحكي ومن يحرر يقرر ونحن هيك ومدري شو. لا يا جماعه خير ترى الرئيس ماله نبي، عادي يغلط جدا. ولكل المشكله الحكي اللي انا عم بحكيه الرئيس بذاته هو حاكيه، لكن احنا كنا ببلد العالم تخاف تحكي شيء على الحكومه، لقسما بالله العالم لما كانت تمشي من جنب فرع امني كانت تغير الطريق تبعها كلياتها مشان ما تمروا من هون. لا تخلوا الحكومه الجديده هيك تصير، خلي عادي يكون في انتقاد الحكومه، عادي انه انتم عملتوا هذا غلط، عادي جدا يصير في حريه تعبير تحت بالبلد، ما يصير في خوف انه اذا حكى هذا الشخص انتقد الحكومه في عالم رح تهاجمه. وبس يا جماعه الخير مثل ما قلت لكم الشعب هو اللي بيقرر، يا يهتم لمصلحه بلده وبلده تطلع لفوق، يا اما يهتم لمصلحه الرئيس والبلد تصير تحت والرئيس يصير فوق. وانا عم بحكي لكم يا جماعه الخير بالعكس الرئيس اللي عم يعمله حاليا كثير منيح، ولازم العالم تسفق له وتهنيه على هذا الشيء اللي عم يعمله بالبلد. اوكي انتقاد بكل احترام على شيء غلط، العالم كلياتها عم تتفق انه هذا الشيء غلط، اوكي انا ما عم بحكي على اي واحد يجي يستهزئ بالرئيس، لا هدول عالم، هدول شيء ثاني، هدول بجم. انا عم بحكي على عالم السوريين
معينه بتهم مصلحه البلد فقط. وبس يا جماعه الخير ما بدي اطول كثير بالموضوع، وانا كنت عم بحكي عن هذا الموضوع لانه عم شوف كثير في عالم عم تمجد، ومثل ما قلت لكم الحكومه بذاتها ما عم ترضى هذا الشيء. فان شاء الله هاي الحكومه تكون منيحه، وان شاء الله هذا البلد يتحسن كمان. وبس يا جماعه الخير لهون بكون وصلنا لنهايه الفيديو. وبس يا جماعه الخير هون بكون وصلنا لنهايه الفيديو. اكتبوا لي تحت بالتعليقات رايكم على الحكي اللي انا حكيته، وشو رايكم بالعقوبات اللي انشالت كمان، يعني هو الفكره الاساسيه تبع هاي الفيديو. ولا تنسوا اللي مو حاط لايك يحط لايك، اللي مو مشترك بالقناه يشترك بالقناه، واللي مو مفعل زر الجرس يفعل زر الجرس، كمان اشوف فيديو يوصلكم اشعار. حساباتي بتوصل الشمال حتلاقوها كلياتها بالوصف. اي فكره بتحبوا اني اشوفها، اي فيديو بتحبوا اني اعمل عليه رده فعل، ابعتوا لي اياه ان كان على انستا او على التيك توك، او اذا في موضوع ترند وموضوع حابين اني احكي عليه اكتبوا لي اياه تحت بالتعليقات، وانا عم شوف كل التعليقات تبعكم تقريبا. وبس يا جماعه الخير دمتم ودام الوطن ويعيش الشعب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.